حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الغدا بتاعك عندي النهارده. الغدا بتاعك عندي. ما معكيش فلوس صح؟ وعايزه تعملي غدا على قد الايد صح؟ هو ده اهو. قرنبيطايه اهي، بصل على النار، وانا قليت هاتي قرنبيطايه وانت جايه ومعها بيضتين. خلاص، هتسلقيها، هتعملي بيضتين، هتزوديها بشويه لبن عشان نقلل اللي احنا بتوع الاقتصاد. هنحط بقى ايه في حلة بعد ما سلقناها بملح وكمون وليمونة علشان ما تسودش الحلة. هنحطها على نار ببصلة وشوية طماطم، ونقعد نقليها، نقلبها في البيض واللبن وملح وفلفل ونقليها بس. وحطيناها في شوية صلصة مع شوية رز للأولاد أمت، مع شوية لفت. شوفوا بقى اللفت، انا مش بحط فيه بنكر، انا بعمله كده هو بيتلون لوحده، ميه سخنه وشويه ملح بتلاقي لونه كده. ودوت بقى انا حمرت اهو شويه قرنبيط للاولاد بس كده اهو. غدا على قد الايد، ايه رايكم؟ ده لما تكوني ما معكيش فلوس جبتلك غدا على قد الايد. خلاص، قومي بقى فكرة تعملوها بكرة الغدا، بدل ما انت قاعدة محتارة وقاعدة تفكري، جبتلك اهو الفكرة. يلا سؤال بقى، انا بقى لي زمان ما سألتش اسئلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش فين؟ يلا اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. وما تنسونيش بقى في لايك ومتابعة للصفحة، وما تنسونيش كمان في كلمة حلوة منكم، واشوفكم على خير. باي باي.